اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اهلا وسهلا بيكم في قناتي بيتك احلى مع شيمو. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم روتين حلو قوي في المطبخ، روتين كده كله ان شاء الله طاقة ايجابية ونشاط، وهنعمل شوية كام تفريزة كده في الفريزر، وكمان هنعمل مخلل، وهنعمل قرص كده حلوة قوي للدفا. اول حاجة كده الكرومبايه ديت انا جبتها كانت عاملة 15 جنيه، بس انا جايباها كبيرة عشان عايزة اعمل منها تفريزات، وكمان هستخدم منها في الاكل، وهعمل منها كمان نوع مخلل. فبصوا بقى ما شاء الله كرومبايه واحدة عملنا منها اكتر من حاجة. الكرومبايه ليها كذا طريقه ان انت تسلقيها بيها، دي طريقه من الطرق. انا بحب افضي القلب كده من جوه، وببدا ان انا انفضه كده جوه الطبق عشان اخد الحاجات دي كلها هعملها مخلل، واحطها كلها جوه الحله. لو الحله عندك كبيره هتبدا كل ورقه تتسلق هتسحبيها معاكي، لكن الحله عندي كانت صغيره شويه، فهاخد كام ورقه كده اسلقهم الاول، وبعد كده هضيف بقيه الكرومبايه. انا حطيت شويه كمون في الميه، وحطيت سنه من الحليب. لو كمان ممكن في لقمه عيش فينو ان احنا نحطها عشان خاطر دي بتمتص الروايح كلها، وحاجة بسيطة من اللبن دي بتخلي ما بتعملش اي ريحة خالص، دي بتمتص اصلا الروايح وبتخلي الكرنب ما يبقاش فيه ريحة. دلوقتي بقى هبدأ انزل بيه، وهبدأ كده اضغط عليه عشان خاطر المية تغطيه. هسيبه من 4 ل6 دقايق وانا متابعة، كل ما يعني تعدي دقيقة كده بحب ان انا ابص عليه عشان الكرنب معايا ما يتهريش خالص مني، وما بقاش عارفة امسكه. طبعا بيبقى عندي بولة فيها مية ساقعة بحطها فيها مية من الحنفية يعني عشان خاطر توقف السوا بتاعتها. تمام. دلوقتي بقى انا فرمت البصل وجهزت الحاجات اللي انا هعمل بيها الصلصه، وكمان كان عندي كده فراخ مطلعاها من الفريزر سبتها تفك، وكنت عامله لها برده محلول نقع وشطفتها كويس. عندي هنا الحله حطيت فيها زيت، وحطيت فيها قطعه كده من الدهنه، وهبدا انزل بالبصل احمر فيه. وعندي الحله التانية برضو حبيت ان انا احط الفراخ كده جنبي بالمره، يعني حاولي تعملي اكتر من حاجه وانتي شغاله في المطبخ عشان تخلصي بسرعه. انا قلت بقى على ما الزيت يسخن احط الفراخ. على ما الزيت سخن حطيت الفراخ، وبعد كده حطيت البصل في الزيت بتاع الصلصه. على ما يتحمر بقى معايا اكون كده خلصت الفراخ، وعندي ميه مغليه حطاها عشان خاطر اسلق الفراخ فيها. طبعا الكرنب لو هنشيل منه في الفريزر نحاول ما نضغطش عليه قوي في السلق عشان ما يتهريش مننا، عشان خاطر لسه هيدخل الفريزر ويطلع، ولما بيطلع واحنا مستعجلين احيانا بنضطر ان احنا نحط عليه ميه مغليه، فما يتهريش خالص معاكي وما تبقيش عارفه تمسكيه. حاولي تسيبي فيه حاجه بسيطه خالص. الفراخ عندي هنا حطيت عليها حبهان وفلفل حصى وقرنفل وفلفل اسود وملح وبصل وطماطم ومعلقه من الصلصه. دي الحاجات اللي انا حطيتها عليها، وطبعا كنت حاطه نقطه زيت كده عشان احمرها بيها، وحطيت الملح معاها لان دي فراخ اصلا ما بتاخدش سوا كتير، حتى مش محتاجه ان هي تتحط في حله ضغط يعني. الفراخ طبعا انا هحطها وهدي النار خالص عليها، على ما اخلص كل حاجه هتكون هي استوت عشان اخد الشوربه دي ابدا ان انا استخدمها للاكل. هنا البصل عندي بدأ يتحمر. طبعا قطعة الدهنة ديت انا باخد بس التست بتاعها وبعد كده هشيلها. الطماطم دي كانت مضروبة، كانت لسه ضرباها يعني، فما صفتهاش صراحة لان انا حطيتها كده للمحشي، بحب احطها مش متصفية. حطيت عليها الملح والفلفل، وهحط رشة سكر عشان خاطر تعادل الحموضة، وهسيبها بقى تتسبك على النار كده براحتها. انا مؤخرا صراحة ما عادش بحط بهارات كتير قوي للمحشي، بيبقى فيه كده بهارات بتاعت محشي ممكن احطها مع شوية فلفل وملح، مش موجودة بحط الفلفل بس. تمام. هنا بقى هنيجي ازاي نعمل نخلي سوا المحشي كله زي بعض. بجيب الورقه كده زي ما انتوا شايفين وبتنيها، وباخد العرق ده برميه، وبعد كده ببدا اقطع كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بقى باخدها رول. ممكن انت عايزه تشيليها في الفريزر كده، ممكن عايزه بقى تقطعيها كده زي ما انتوا شايفين زي ما انا بعملها، على ان انت تحشي على طول بتبقى اكتر اسرع بكتير. دلوقتي بقى جبت عندي الرز غسلته، والخضره كنت غسلاها ونقعها وغسلاها بخل. قطعتها برضو، وهبدأ انزل كده بالصلصة تدريجيا، مش هنزل بيها كلها لان ممكن محتاجهاش، وحطيت عليها رشة فلفل ومعلقة زيت، وهقلبها بقى وابدأ ان انا احشي. شوية الصلصة دول هشيلهم احطهم في الفريزر، ممكن استخدمهم في اي حاجة تانية لان حسيت ان هم كتير يعني. عايزة بقى تلفي على البلانشة تلفي كده، عايزة تلفي على ايدك زي ما هلف كده برضو بيبقى اسرع
كده اسرع وكده، بس اهم حاجه ان انت تكوني مقطعاه كده وحطاه، بيبقى اسرع بالنسبه لك. طبعا انا عملت كله مره واحده. لو انت قادره بقى تسلقي قبلها الكرنب بالليل وتعملي وتقطعيه وتعملي كمان الصلصه، بتبقى اسرع عليكي بالنسبه لك كتير قوي. الحله طبعا انا كنت حاطه فيها كده اخضر من تحت عشان خاطر ما تتلسعش معايا، وحطيت بقى على الوش زي ما انتم شايفين كده، عندك معلقه قشطه ماشي، عندك معلقه سمنه بلدي اللي متوفر عندك حطيه. وحطيت بقى الشوربه كده بالشكل ده. كمان ممكن تسويه باللبن، انا كنت عاملاه قبل كده باللبن. هحطه بقى وهدي عليه النار، وجبت بقى بقيه الكرنب قطعته وقطعته كده قطع كده على قد الصبع المحشي على طول. وكمان الحاجات الخضرا دي قسمتها كده زي ما انتم شايفين عشان عملت منه وجبتين. هبدا بقى احطه، اهم حاجه تكوني مصفيه الميه بتاعته كويس جدا عشان ما يبهدلكيش الفريزر. الاكياس بقى محكمه الخلق اللي هي الصغيره كانت خلصت عندي، فمش هجيب منها تاني صراحه لان سعرها غالي وكان موجود كبير فمرضتش احط منه. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنعمل شويه المخلل ده. كل الكرنب اللي طلع معايا اللي هو الفرافيت وكده، حطيت بقى معلقه من هريسه الشطه وشويه ملح والبنجرايه. لو انت ما عندكيش هريسه الشطه ممكن تحطي بس شويه ملح والبنجرايه، هيبقى برضو طعمه حلو معاكي، بس جربيه بمعلقه هريسه الشطه بيبقى تحفه. البرطمان عندي هنا مغسول كويس قوي وناشف، حطيت بقى فيه. وبعد كده كانت عندي ميه مغليه ومتفلتره يعني سبتها تبرد، حطيتها بقى عليه وركنتها على جنب، وكده بقى بعد يومين تقدري تاكلي منه. هنا بقى كان المحشي خلاص معايا استوى، وكمان حمرت الفراخ. فقلت بقى اغسل كده البوتاجاز والم كل المواعين اللي انا استخدمتها عشان خاطر لما اجي اتغدى الدنيا تكون رايقه كده، كفايه مواعين الغدا بعد الغدا. دي كده كل المواعين اللي طلعت معايا. حبيت بقى ان انا انضف المطبخ كده عشان خاطر لما اروح اتغدى الدنيا تكون متروقه، وكمان انا كنت عارفه ان انا هعمل حاجات تانية بعد الغدا. وبرضو انا عندي لما النور بيقطع الميه بتقطع، فبحب ان المطبخ عندي يكون دايما نظيف كده ومتروق، ما يبقاش في حاجه متبهدله. ما تكسليش يعني تقولي لا اروح اتغدى الاول واشرب كوبايه الشاي واقعد اريح وبعد كده ابقى اقوم اعمل. هتلاقي نفسك اصلا ريحتي وكسلتي ان انت تقومي تخلصي، وبدل المطبخ ما يخلص عندك على طول بتلاقي نفسك بتعمليه بالليل خالص. فعلى ايه يعني وانت واقفه كده على طول كمان عشان تروحي تغيري هدومك كده اللي انت طبختي وعملتي بيها، هتبقى اتبهدلت معاكي، فتغيريها احسن. كده بقى المطبخ بعد ما خلصت كل حاجه وجهزت بقى الاكل اهوت عشان نتغدى. قلبت، بصوا بقى حله المحشي قلبتها ما شاء الله طلعت كده الحله بالظبط، يعني ما فيش ولا صباع فيها محروق لان انا كنت مهديه النار وحاطه الشياطه، والفراخ كنت محمراها والشوربه والليمون والفلفل. كده بقى كنا اتغدينا خلاص وشربت الشاي وكمان وريحت. وبعد كده بقى دخلت كان عندي شويه لبن رايب، فانا قلت بدل اللبن الرايب ده ما احطه بقى في اي حاجه تانية، اعمل منه قرص للفطار او للغدا. عندي سكر وخميره وسمسم وفانيليا وبيكنج باودر وسمنه، او سمنه وزيت او زيت وزبده المتوفر عندك حطيه، ودقيق كيلو دقيق واللبن الرايب. عندي هنا شويه حطيت معلقتين من اللبن البودر، وطبعا نخلت الدقيق مرتين او مره على حسب ما انت عايزه، وحطيت 3 معالق من السكر كبار، وبيكنج باودر حطيت نص البيكو كده، وحطيت تذكره واحده فانيليا بس، وشويه سمسم. وهحط بقى الخميره برضو معلقه كده صغيره، وهقلب الحاجات دي كلها كده مع بعض كويس. وبعد كده هبدأ انزل بالمادة الدهنية، هبدأ انزل بيها. مفروض ان انا هفضل اقلب فيهم كده زي ما بنعمل الكعك، بنفضل ان احنا نقلب الدقيق مع السمنة لحد ما يبقى رملي كده، اللي هو يعني كل حبايه كده تحسيها اتغلفت معاكي من السمنه والماده الدهنيه اللي انت حطاها. طبعا لو كلها سمنه بلدي بتبقى احلى واحلى. اللبن الرايب مش هنزل بيه كله مره واحده، هنزل بيه تدريجيا لحد ما احس ان العجينه معايا خلاص اتشربت كده بالشكل دوت. كنت حطيت بقى اللبن الرايب وعجنتها، وهبدا انزل بقى كده بيها. بص بقى كل ما تعجني فيها اكتر وملمسها يكون ناعم معاكي كل ما تبقى العجينه احسن واحسن. كيلو الدقيق ده هو ما طلعش كيلو بالظبط يعني، كيلو الا عمل معايا حوالي 25 واحده. هبدأ بقى كده بالشكل ده هقرصهم. انا كنت جايبه بقى بلح، كان عندي بلح ما كانش عندي عجوه، كان عندي بلح حطيته على النار كده بعد ما فصصته وحطيت عليه شويه ميه، وفضلت احط ميه لحد ما طرت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكمان ممكن تحطي عليها حته سمنه بلدي صغيره كده. بقى بعد ما كورتهم وبططتهم اهو بالشكل دوت، بتحطيها بس كده وتضغطي عليها ضغطتين عشان تسيبي فيها ارتفاع، عشان خاطر ما تبقاش ناشفه معاكي، تبقى طريه كده وطعمها حلو، مهما تقعد عندك تفضل طريه. طبعا انا كنت نسيت خالص العجوه اللي انا عاملاها دي. في الاخر خالص افتكرت بعد ما خلصت، لقيت بنوتي بتقول لي ماما انت مش بتحطي العجوه، نسيت. فجبت بقى تاني القرص وحطيت بقى فيها العجوه تاني، وزي ما انتم شايفين بقيت امسك واحده واحده
والفها. طبعا انا ما سبتهاش تخمر، انا هسيبها تخمر بعد ما ببططها. ممكن انت بقى تسيبيها مرتين، يعني انا سبتها كده شويه بس على ما ايه، على ما لميت الحاجات اللي انا استخدمتها وغسلتها، وبعد كده بدأت ان انا ايه اشتغل فيها على طول. بس بسيبها بقى تاني مرة تخمر بقى براحتها. هاخد بقى كده زي ما انتوا شايفين كده واحدة واحدة، وهبدأ ان انا الفها واحطها في الصاج برضو وابططها. العجوة بقى ايه كانت طرية خالص معايا، عشان انا كنت حاطه لها مية عشان تطرى معايا خالص، لان البلح ده كان بلح ناشف اساسا، التمر العادي اللي احنا بناكله بيبقى طعمها حلو قوي. هنا بقى كنت دخلتها الفرن واستوت وطلعت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، طعمها جميل جدا وريحتها كانت فظيعة. يعني اتكلت نصها اساسا في وقتها. بصي كيلو بسم الله ما شاء الله عامل معانا كميه قد ايه. انت لو جبت الكيلو ده من بره مش هتلاقيه بالطعم ولا بالريحه الجميله ديت ولا بالكميه الحلوه دي ما شاء الله. من كيلو دقيق وشويه لبن ممكن يكونوا رابوا عندك، ولو ما عندكيش لبن رايب ممكن شويه حليب عاديين وممكن زبادي كمان، بس الافضل بتكون باللبن الرايب بيبقى طعمها حلو قوي. انا ما كنتش حاطه حاجه كمان في الصاج، كانت الماده الدهنيه اللي فيها كانت هي بس اللي فيها هي اللي نطرت معايا، بس طعمها كان حلو قوي. اتمنى بقى يا رب يكون الفيديو عجبكم كده وخدتوا فكره عن الحاجات اللي انا عملتها وعجبتكم طريقه القرص. ما تنسوش كده تحطوا لايك جميل منكم تشجيعا منكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اسيبكم في رعايه الله وامنه. مع السلامه.